بسم الله الرحمن الرحيم. اخوانا اخواتي من كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت اكلم حضراتكم النهارده عن الفرخ البلدي ومواصفاته والنوافع بتاعته ومميزاته وعيوبه. فطبعا كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده النهارده ان شاء الله بامر الله. ولكن اتمنى ان الناس تعمل لايك وتشترك في القناه حتى يصلك كل جديد، علشان نتواصل مع بعض ان شاء الله على طول، وننجح ببعض ونكبر ببعض. اول حاجه في تربيه الفراخ البلدي ان الفرخ لازم يكون معدنه كويس. يعني ايه الفرخ معدنه كويس؟ يعني اجيب نوع كويس يشيل معايا لحم ويديني انتاج بيض يكون ثنائي الاغراض. لان الفرخ البلدي يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم ليه استخدامات كتير. يعني في البيض شغال معايا في البيض، وممكن اسمنه ولحم وكل حاجه شغال معايا فيه.